السلام عليكم حبيباتي. اليوم جبت لكم الكروكي تاع الجزائر تاع الجزائريين اللي فيه البيض، السكر، الزيت، الملح، الفرينه، الخميره. عندي كميه زدت له اضافه كميه تاع اللوز والجلجلان. هذا الكروكي مخلط ما بين الجزائر واخواتنا المغاربه. المغاربه يقولوا له الفقاس والجزائريين يقولوا له الكروكي، اللي فيه 4 حبات بيض. نديرو 3 حبات وبلون داف نديروهم في سالادي ولا في جفنه ولا، ونديروا لهم كاس سكر، والجون داف نخليوه د كوتي ومن بعد نسحقوه. ندير قرصه ملح ونخلط شويه هكايا بالفوي، نخلط شويه حتى يذوب شويه السكر، ومن بعد ندير له 2 بيض ياغورت ناتور. ندير 2 بيض ياغورت ناتور، نخلط تاني كما راكم تشوفوا. نزيد الثانيه، درت الاولى وزدت الثانيه هنايا. يعني ساهل ويعطيك كميه لاباس بها، يعني كميه يعطيك كميه كبيره يعني تاع هاد الكروكي. راكو شفتوا 4 حبات بيض وداروا لي كميه كبيره. ونديروا كاس زيت ونزيدوا نخلطوا. وهنا ندير 3 مغارف تاع الجلجلان. الجلجلان خاوتي انا ما حمرتوش، ما حمصتوش. ونصفي هذاك اللوز اللي كنت شمختو، نحيلو الماء ونزيد نديرو. هنا نبدا ندير الفرينه، ومن الافضل كما كنتوا تشوفوا راني ندير الفرينه لازم تغربليها اختي. قد ما غربلتي الحلوه في الحلوه الفرينه تجيك خفيفه. ونديرو كيس تاع لا لوفور شيميك، ونحرك تاني كما راكم تشوفوا هكا. نحرك بالفوي وندير الفرينه حتى تولي عجينه هكا. راكم تشوفوا فيها رقيقه طريه رطبه هكذا. وخليها ما تزيديلهاش هنا الفرينه باسكو من بعد كي نحربشوها نديروها دي بودان، نديرو شويه فرينه باش ما تلصقناش. فوالا قد ما كانت طريه تكون مليحه. درت 5 تاع لي بودان كما راكم تشوفوا تاع لي بولات، سمحوا لي. من بعد هنايا ندير بابي كويسون في السنيوه ونحطو دكوتي. فوالا هكذايا. ندير شويه فرينه وندير دي بوده هنايا كيما نديرو الكروكي نورمال. فوالا هكذايا الصوره واضحه. وين يخرج لي اللوز نسي ندخلو ونغلق العجينه. وين يخرج اللوز ندخلو كيما راكم تشوفوا الصوره واضحه. فوالا نسي كاع نسقمو كاع بالكوبات. فوالا هكايا قاعد كيما راكم تشوفوا ندخل. راكم تشوفوا كيفاش راني ندخل في اللوز هذاك كي يخرج. ونلوي هكايا. هكذا كيما نقولوا هاد الحلوه تشربوا بها الحليب، القهوه تاع العشيه تاع الصباح. واحد خير من اللي يشري لي غوتي ولا دي غالات يشيهم من برا يطيب في الدار هكذا دي غاتو ساك. خير، انا نقول خير كي طيبي في الدار خير، على بالك واش فيها وتاني بروبر. خير ملي تشريها ترمي دراهمك بشحال. طيبيها في الدار، طيبيه بكميه كبيره ماشي كميه هكايا كيما نقولوا تشري حبيبات بشويه بشحال. وانت طيبي ب4 حبات بيض وشويه فرينه. طيبي شوفي شحال الكميه اللي طيبي فيها. تاكلي فيها كل كيما نقول واقيلا كاش سمانه ولا شحال وانت تاكلي في هذا الكروكي. فوالا نزيد معكم الدوزيام هكذا. شوفوا كيفاش راني نحربش فيه كيما نديروا الكروكي نورمال، برك على اللوز واللي يسمى اللي يخرج لي نسقموه سيتو. نديرها في سنيوه. تاني هو تاني نسقمو هاد الحربوش. فوالا هكا. ومن بعد نسقمو كاع بالكوبات هكايا. ومن بعد نكملهم كاع يتيك. ومن بعد ناخذ الجون داف هذاك. هاوليك هنا جون داف نحركو شويه. وعندي قهوه طايبه ندير ونحرك حتى تتخلط مليح الجون داف مع القهوه. فوالا ومن بعد نطليها كاع من الفوق كيما راكم تشوفوا هكا من لي كوتي كاع لازم نطليها كاع من لي كوتي ومن الفوق. هكذا كيما راكم تشوفوا سهله يعني. راكم شفتوا تكوري وتديري في سنيوه وطيبي ماشي بليمول وتخدمي بليمول ولا تطبعي ولا. ساهل بسيط ويدير لك كميه كبيره. كملت هذوك هنايا سنيوه صغيره. درت دي بودان صغار
البوده الخامس قسمته على زوج ودرت زوج صغار. فوالا هكا نكملهم كاع وندير خطوط بالفرشيطه هكا كيما راكم تشوفوا. اللي حب يديرهم بالعرض انا درتهم بالطول هكايا، حبيت نديرهم هكا بالطول يجوا شابين. فوالا هكايا. ومن بعد نحكم كوردون نثقبهم كاع يتيك هاد لي بوده. فوالا هاو الكوردون نثقبهم كاع يتيك. وهنا نشعل الفوغ على 160 درجه 160 دوغري. نشعل الفرنو ونديرهم ديريكت هكذاك، غير نشعلو نديرهم. يعني شعلتو دوكا ودرتهم. فوالا هاو هنا طاب. وعلاش درتو على 160 باش يطيب بعقلو ويتحمر مليح من الداخل ومن الفوق، وثاني الفوق ماشي سخون باش يطيب مليح. فوالا ناخذ الطرشون نجمخو نرش عليه شويه ما هكا ونزيد نغطيه بالطرشون باش يرطب، باش يجيني ساهل في التقطاع. هنايا البوده واحد قطعته بنتي حتى صبتها قطعته قسمت مرسو. دوك نقطع معاكم هنايا تشوفوا كيفاش يجي. شوفوا كيفاش يجي، يعني يجي هايل. هنا راهو طريت، حبيت تخليه هكا بلا ما تحمريه خليه، مي انا حبيته محمر، حبيت نحمره يكون محمر خير، يكون ياخذ اللون الاحمر هذاك. فوالا هنا نعاود نسخن الفوغ على 180 درجه ونستفو كاع في سنيوه ونديرو يطيب. نعاود نديرو كاع يطيب. فوالا نديرو كاع في سنيوات، نستفو في سنيوات ونديرو يطيب. هاك هنا في سنيوات كيما قلت لك. حبيتي تخليه هكا، حبيتي تعاودي تحمريه. انا حبيت نحمرو هكا. شوفوا هنا حمرته على 180 درجه. شوفوا اللوز كيفاش هو يبان والجلجلان اللي فيه، يعني فيه حاجات صحيين. يعني الجلجلان على بالكم الجلجلان مليح ندخلوه بزاف في الحلويات وفي الخبز. يعني الجلجلان فيه فوائد مليحه، واللوز على بالكم تاني الفوائد تاعو. هنايا شوفوا هنايا كاين الاضاءه الضاويه هنايا في الصالون، درته لكم في البلان في طبق التقديم. فوالا هكا شوفوا كيفاش خرج، كيفاش هو يبان هنا مليح. هنا ويبان لكم مليح، ماشي كيما في لاكويزين شويه مظلامه، سي بور سا ما بان لكمش مليح. مي هنا شوفوا الصوره كي واضحه، شوف شحال جا شباب، المنظر تاعو شباب. سورتو لي مورسو هذوك تاع اللوز كيفاش يبانوا. ان شاء الله تجربيه اختي وتخلي لي كومونتير شباب وديري لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.